اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في برنامج شيكو ابن اللعيبه وال30 مصيبه اللي اوريدي يا جماعه بنعيشهم مع بعض وبنشوفهم مع بعض. مصيبه. النهارده يا جماعه هنعمل مصيبه مع البطنيه. زهره وازواجها الخمسه، الزوجه الرابعه سماره. النهارده يا جماعه هنعمل مصيبه مع شمس. قلبي يا ناس، جاهزين يا رجاله؟ كلكم كنافه شيكو. طلعوني فاصل يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه. ورجعنا تاني اعزائي المشاهدين حبايب قلبي بعد الفاصل، ومعانا نجمه النجوم شمس. منوره الدنيا. ميرسي. ده والله العظيم بجد انا مبسوط ان انت معايا النهارده في البرنامج، وحاسس كده ان احنا النهارده هنعمل حلقه حلوه بس حلوه اخر حاجه ان شاء الله. شمس، كل الناس بقى بجد عايزه تعرف شمس بتصحى من النوم بتعمل ايه؟ يعني اول ما تفتحي عينيكي كده بتعملي ايه؟ في يوم اجازه ما وراكيش في شغل ولا اي حاجه خالص؟ يعني ما هو طالما يوم اجازه ما بصحاش. تمام. افضل نايمه. لما تصحي بقى بالليل ايه بقى الحياه؟ ولا حاجه بقى، برضو بقى ما انتخى يعني ما بعملش بقى، اتفرج على التلفزيون، بقعد مع ابني. شمس ايه رايك في الثوره؟ جميله، خير جابت لنا خير كده. ايه ده، انت بتتريقي ولا ايه؟ لا ليه حد يقدر يتريق الايام دي؟ طالعه من ورا قلبك كده خير وبتاع. لا خير، انت شايف الشغل كتير والفلوس كتير وبننزل بالليل براحتنا ده طبيعه اي ثوره. لازم في اي ثوره لازم يحصل فيه الحاجات دي كلها، لازم يبقى في كعبله كده شويه، بس احنا ان شاء الله بامر الله هنكمل والثوره مستمره ان شاء الله بامر الله. مصر بخير ومصر جميله ان شاء الله. بجد ولا انت مش معانا في الكلام ده؟ لا انا معاك جدا في الكلام ده طبعا. طب بس بعد 40 سنه بقى وبقى قابلني. بعد 40 سنه؟ ليه 40 سنه؟ هي كده تركيا بعد 40 سنه من الثوره وقفت على رجليها. بس بقت ايه؟ يعني ديمقراطيه اوكي، بس بعد كام سنه وبقت تركيا فيها لبس عامل ازاي؟ انت حاسب الكنبه ولا ايه؟ انا حزب كنبه جدا بصراحه. بجد؟ والله العظيم. ولا فلول؟ يعني كنت يعني مش فاهمه ايه كلمه فلول يعني في الاول، بس اعتبرني مبارك. انت مبارك تبع مبارك؟ بتحبي مبارك؟ مش بحب مبارك دلوقتي، بقول يا رب يبقى يوم من ايام مبارك بكل صراحه. فلول ما بخافش على فكره. فلول شمس فلول دي انا الناس هتصدق، عيب كده. يا لهوي. شايفه حال الوسط الفني ايه بجد بعد الثوره؟ يعني انت مش من الوسط الفني ولا ايه؟ انا الوسط الغنائي. انت ما بتنحت كل يوم طبعا وبتاع طبعا نحت على ودنه. امان. ده انتوا اللي فلول. احنا اللي سايبين الثوره شغاله وكل يوم نازلين الافراح دربت يعني يبقى مين اللي فلول؟ بتاخد كام في الفرح؟ يلا يا باشا. طب بتنحت كام فرح في اليوم؟ يلا يا باشا. كل عاوز برب الطبع. هو ايه ده؟ بيعمل عمل بيعزم ولا ايه؟ يا لهوي. انتوا كفنانين وممثلين شايفه ان بقى في حاله جراءه شويه بعد الثوره؟ شايفه الدنيا رايحه جراءه يعني ازاي؟ يعني في حريه، عايزين بقى نتكلم كده ده دليل ان ان المذيعين مش عارفين يدخلوا المدينه. هي دي الحريه؟ انت شايف يعني انت ايه؟ انت من مصر؟ لا انا بكلمك في الافلام والحاجات دي. يعني في الافلام والمسلسلات مش في البرامج. ما انا بقول اللي انا عايزه. هو احنا بنشتغل اصلا علشان يبقى في جراءه؟ احنا حالنا واقف اهو، المنتجين خايفين ينتجوا لنا حاجه نشتغل. ايه يا عم انت منين؟ يعني انت منين يا شيخ؟ في البيت ولا ايه؟ معظم الفنانين بداوا يقللوا اجرهم شويه وبتاع، انت مش حضرتك انا شغاله بربع اجر. والله العظيم؟ والله العظيم. مسلسل واحد بعمله من السنه اللي فاتت بربع اجر. عشان الناس تشتغل وعشان احنا نشتغل. الام بي سي كانت عايزه تقف مع الفنانين المصريين اللي ما يقعدوش في البيت اكتر من كده، فاشتغلنا عشان الناس اللي حوالينا اللي عايزه تاكل حوالينا تعيش. لا مش هينفع نخلي الحلقه كده شحاته وبتاع. ايه ده انت اوفر كده ليه؟ ايه يا عم؟ انت عموما كده وانت ماشيه كده رايحه التصوير بتاع بتشغلي سي دي مين في العربيه؟ شيرين. اليسا. ولما تسمعي شعبي بتسمعي ايه؟ لا بتبقى بقى يعني كوليكشن، يعني سي دي هي كوليكشن، اي حاجه كده بتيجي بالصدفه بقى. طب شمس ايه رايك في الافلام بتاعت اليومين دول بعد الثوره؟ سنك بقى ومطاوي ودم والحاجات وبتاع، شايفه الموضوع ده حلو ولا؟ ده مش واقع يا شيكو.
واقع لازم نشوف. طب ما بتخافيش على ابنك لما بيشوف مطاوي وسنك كده في التلفزيون؟ عادي، انا ابني بيقعد يقول ماما حكومه كسر، يعني ابني متربي على كسر حكومه. انت انا مش فاهماك. لا والله العظيم، والله العظيم انا مش لا فاهمه والله العظيم حاجه، مش اي بتكلم حاجه، جد. احنا ماشيين زي الفل اهو. فين زي يلا الفل؟ يلا يا ريس، انت يلا يا ريس. انت خدت، يعني انت صورت حاجه؟ لا بروفا. كل ايه؟ بروفا. بروفا؟ وانت بتعمل مسرحيه هتعمل عليها بروفا؟ يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة